السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا ادخلوا الفيديو وقولوا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف كل عنا. سنة وانتم طيبين. خلاص كلها كام يوم وإن شاء الله يهل علينا هلال العيد. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل أيامي وأيامكم كلها أعياد بركة رضا ربنا علينا، اللهم لك الحمد. هتعملي إيه يا هنا؟ ما احنا قلنا التنظيفات بتاعتنا بنبدأها شوية بشوية، بحيث إن احنا بنكمل تنظيفاتنا وفي نفس الوقت ما نأثرش في عباداتنا في الشهر الكريم. اوعي تقولي إن آخر يوم وتضيعيهم، دول آخر يوم هم اللي فيهم البركة وفيهم الخير كله، فيهم ليلة القدر. ربنا يا رب يبلغنا ليلة القدر، اللهم آمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين. اوعي تضيعي اخر يوم، اوعوا يا بنات، ده انتوا ما شاء الله شطرات وقروبات. ايه يعني؟ امسكي العصايه من النص، يلا اعملي شويه حاجات في البيت وفي نفس الوقت ما تضيعيش اذكارك وصلاتك وقيامك وقراءه القران والاذكار والادعيه والاعمال الصالحه، كل حاجه اوعي تسيبيها اليومين دول. ده اليومين دول هم اللي فيهم البركه كلها يا حبايب هنا. ربنا يا رب يرزقنا جميعا البركه، والبركه هتيجي منين؟ طول ما اذكارك ملازماكي، طول ما بركه ربنا معاكي. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عملتي ايه يا هنا؟ جيت من الشغل يا حبايب هنا، رحت الشغل زي ما انتم متعودين، قضيت يومي بما يرضي الله، اللي قدرت اعمله خير عملته والحمد لله على كل حال. طبعا احنا الايام دي كلها اذكارنا ملازمانا، والصلاه ما شاء الله على اوقاتها، يا رب يديمها علينا نعمه طول السنه ان شاء الله، ويا ريت نعيش طول السنه بروحانيات رمضان. شفتوا ده؟ رحيم كان واقف جنبي واتكسر واحد من طقم التوابل، قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله ان رحيم سليم، الحمد لله اللهم لك الحمد. يلا بقى لايك كده حلوه كده عشان خاطر رحيم الباشمهندس رحيم، دايما بيقول لكم اعملوا لايك. شكله والله اعلم كان طالع يقول لكم حطوا اللايك، بس ما لحقش والبرطمان اتكسر. قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. فقلت بقى ايه، بما ان رجعت من الشغل، طب هتعملي ايه يا هنا النهارده؟ قلت انا هاخد طقم التوزيع وطقم التوابل، طقم الشاي والسكر والبن واليانسون والقهوه وكده، وكمان طقم التوابل اغسله غسله كده، كنت غسلاه انا وانتم مع بعض على دخله رمضان، فقلت لا لازم اغسله كده ويبقى يلمع كده وجميل وحلو. وبصراحه النظافه حلوه جدا يا بنات، بعد ما خلصتهم ما شاء الله حسيت ان هم ما شاء الله بيبرقوا كده وبيلمعوا حلوين قوي. يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا نقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والنخلات يا امارات، احلى نخلات في الجنة معاكم ان شاء الله. وحصلت الحسنات يا بنات، ده احنا الايام دي بنجمع كتير جدا من حصلت الحسنات. يلا نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دي كانت دفايه بتاعت رحيم وهو صغنطت، مش رحيم بتعيره وهي صغنطته يعني، وكمان بعد كده بقى يتغطى بيها رحيم. فما شاء الله تبارك الله، فردتها كده على الحوض وصفيت عليها كل الحاجات، بصراحه نفعتني كتير جدا، لان هي ما شاء الله شربت كل الميه اللي موجوده في البرطمانات والحاجات. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك، النظافه حلوه جدا يا بنات، حاجه كده تشجع كده، شويه رغاوي كده وشويه ميه وتلاقي ما شاء الله تبارك الله دنيتك فله فله فله. حاجات بسيطه اهيت بس والله هتفرق معاكي في المطبخ وهتخلي نفسيتك حلوه ان شاء الله. انا ما شاء الله بمجرد ان عملت دول حسيت ان انا انجزت شويه اكتر في المطبخ يعني. مطبخ نووي، المطبخ ده اهم حاجه في البيت، لو المطبخ بتاعك نظيف خلاص انت الدنيا بتاعتك كلها زي الفل وزي العسل وزي السكر، زيكم انتوا يا عسلات يا امارات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. نفسي اقول لكم ان انتوا وحشتوني اسم كلكم، من اول ماما منى لحد شوشو الصغنططه شهد، دي اصغر واحده معانا في القناه، من اول حد ما شاء الله تبارك الله يعني، من اولكم كلكم وحشتوني جدا. مش عايزه اقول اسم خايفه انسى اسم منهم فيزعل مني او انا ازعل من نفسي اني نسيته. فبصراحه بحبكم كلكم وتعليقاتكم جميله، وحشتوني تعليقاتكم القمر، وحشتوني جدا جدا جدا. عارفه ان رمضان لهينا كلنا الحمد لله على كل حال، ويا رب يا رب نطلع منه من العتقاء في شهره الكريم، اللهم امين يا رب العالمين. يا بنات الصلاه في المسجد جميله جدا، انا بروح اصلي التراويح في المسجد، اللهم لك الحمد. احساس جميل واحساس حلو جدا جدا جدا، بصراحه انا مبسوطه بيه قوي. ونفسي السنه كلها تكون رمضان، واكيد انتوا كمان نفسكم برضه السنه كلها تكون رمضان. دايما ادعوا الايام ديت، وادعوا لكم ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين عشان تاخدوا اجرهم كلهم ان شاء الله باذن الله. يلا يا حبايب هنا، الهمه كلها كام يوم، عايزين نجتهد برضه في العباده اكتر واكتر. اوعى يكون عندنا فطور في اخر يوم، اوعى الهمه بتاعتنا
هتقل في اخر كام يوم، ده احنا اخر كام يوم هم البركه كلها. يلا شفتوا البرطمانات بتلمع ازاي، فل شمعه منوره. يلا يلا كلكم شدوا الهمه، يلا ابدأي اعملي، ابدأي اوضه الولاد، ابدأي اوضتك، ابدأي بالصاله، ابدأي بالحمام، ابدأي بالمطبخ. يعني انا خلصت الحمام اللهم لك الحمد. المطبخ تقريبا زي ما انتم بتشوفوا انا باخده جزء جزء معاكم، ما شاء الله تبارك الله، يبقى نضيف وزي الفل، مش هياخد مني وقت طويل ولا حاجه ابدا. يلا هبتدي اعبي بقى الحاجات، السكر والشاي والحاجات اللي احنا شلناها ديت، نرجع نعبيها تاني مكانها. وما شاء الله تبارك الله، يعني مفيش احلى من كده. ما شاء الله النظافه حلوه. يعني قومي واستعيذي بالله كده من الشيطان، ما تقوليش الصيام ومش عارفه ايه. انا على فكره انا اكتر حاجات بعملها وانا صايمه، يعني مش بعد الفطار ولا حاجه، حتى لو هعمل اي حاجه في البيت بعملها وانا صايمه. بصراحه بتعدي عليا كتير، بحس ان انا وانا صايمه عندي نشاط اكتر من بعد الفطار، لان بعد الفطار بنحس بوخم كده. وبعدين انا اصلا كمان بعد الفطار يا دوب بفطر واشرب كوبايه الشاي واجري بسرعه على المسجد علشان الحق اصلي الصلاه في المسجد ان شاء الله على وقتها كده، والحق كده من اولها واصلي ركعتين تحيه المسجد اول ما ادخل كده، واستشعر كده ما شاء الله تبارك الله روحانيات في المسجد بتكون جميله. مش قادره تروحي تصلي في المسجد، الركن بتاعك في البيت يلا صلي فيه، البسي اسدالك كده، حطي برفان خفيف، حطي سجاده لونها حلو انت بتحبيه، وابداي صلي كده بالراحه كده وبخشوع كده ما شاء الله تبارك الله. يعني الصلاه موجوده في كل مكان، سواء قدرتي تروحي المسجد يبقى نعمه وفضل من عند ربنا، ما قدرتيش تقدري في بيتك تاخدي نفس الاجر ويمكن اضعافه كمان بالنيه ان شاء الله. ربنا يجعل كل حاجه خاصه لوجهه الكريم، وكل اجر خالص لوجهه الكريم، وكل ذكر خالص لوجهه الكريم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ما ننساش ندعي علينا والجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين، ربنا يبارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، ويرحم ابويا ويغفر له هو وجميع اموات المسلمين. الله اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ربنا يرزقك يا ام محمد من السعوديه الذريه الصالحه. يا حبيبتي دايما بفتكرك انت وجميع اللي نفسهم مشتاقه للذريه، ربنا يرزقكم جميعا الذريه اللهم امين يا رب العالمين، عاجلا غير اجل بفضل ده الايام الجميله اللي احنا موجودين فيها. اللهم سد دين كل مديون وفك كرب كل مكروب يا رب العالمين. دعوه لينا. ويلا تاني نخلتين، انت كمان نخلتين، اصل بصراحه النخلات وحشتني قوي يا بنات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وحشني الاذكار معاكم، وحشني الكلام معاكم، وحشني كلامكم القمر، وحشتني لايكاتكم العسل، وحشتوني كلكم. يلا ما تحرمونيش بقى من اللايك الجميل. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تنزلي تشتركي يا امرايا، اشتركي في القناه علشان تنضمي لعيلتك الجميله، وتنضمي مع اخواتك الامارات اللي دايما موجودين معايا في القناه، ووجودهم شرف ليا، ووجودهم يعني نعمه على قلبي. ربنا يديمكم نعمه على قلبي اللهم امين يا رب العالمين. يلا اشتركي، اضغطي على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد يا ست الكل ان شاء الله. ربنا يرزقكم النعمه اللهم امين، ويرزقكم الاجر، ويرزقكم راحه البال، ويرزقكم البركه في كل حاجه. البركه البركه البركه. والبركه هتجوها ازاي؟ زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، طول ما اسماء او طول ما اذكارك ملازماكي، طول ما بركه ربنا معاكي ان شاء الله. يلا هنعبي بقى. وانا بعبي بصراحه كنت منتعشه جدا ومبسوطه جدا، لان طعم البهارات بقى بيلمع وجميل وحلو قوي كاني لسه جايباه دلوقتي حالا. والبهارات بقى مش محطوطه من فوق ولا اي حاجه ولا كده، فما شاء الله ابيض ونضيف وزي الفل. طبعا ديت الكزبره الناشفه مش موجوده عندي، ودي بتاعت ايه؟ بتاعت القرفه الحصى. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني فاضل لي اتنين ان شاء الله بقى لما اجيبها ابقى اكمله باذن الله. واخد بقى الكوبايات اللي انا كنت مفضيه فيها والحاجات اللي كنت مفضيه فيها برضو الشاي والحاجات دي، هغسلهم كلهم واخليهم فله شمعه منوره. وزي ما انتم متعودين مع هنا، ايه اهي جايه اهي جايه استنوا، هي ايه دي يا هنا؟ فوتك في ايدك، طول ما قلت فوتك في ايدك طول ما مطبخك هيفضل زي الفل. اي حاجه منك تقع يلا في ثانيه كده بلمعيها، وخلي رخامك نضيف وجميل وقمر زيك انت يا قمرايه يا قروبه اكتر من هنا. طبعا كل اللي معايا قروبات وعسولات وشطورات. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ادي طقم التوابل بقى زي الفل اللهم لك الحمد. النظافه من الايمان، ونجدد نيتنا ناخد اجر في كل حاجه، ونحول العاده لعباده. يلا ما شاء الله ادي الكوبايات اهيت، وكان عندي ازازه عصير غسلتها بالمره، وما شاء الله فضل ونعمه من عند ربنا، والحمد لله على كل حال. يلا هي خدنا الحوض بقى بالمره معانا، ما هو اصلا كده كده كنا غاسلين فيه حاجات، فما شاء الله نضيف، بس ناخده لمعه كده عشان يبقى بيلمع وفل شمعه منوره. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمه على قلبي اللهم امين. بحبكم بحبكم بحبكم، دمتم نعمه في حياتي، استودعكم الله، وكل سنه وانتم طيبين.